ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنتكلم عن ازاي تكوني زوجة سعيدة. طبعا انا النهارده كلامي موجه اكتر للمتزوجات. طبعا لو انت ام وعندك اولاد فاكيد طبعا متزوجه، فيعني كلامي النهارده خاص بالفئه دي. ولو انت برضك عروسه وعلى وش جواز فهيكون الفيديو مهم جدا ليكي علشان ما تقعيش في الاخطاء دي لما ان شاء الله تتجوزي وربنا يتمم لك على خير. فلو مهتمه بقى بالموضوع روحي هاتي ورقه وقلم وحاجه دافيه تشربيها. يلا بينا نبدا على طول. بس عايزاكي تفهمي حاجه واحده قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، ان السعاده قرار. وانتي لو قررتي تكوني سعيدة هتكوني سعيدة تحت اي ظرف، حتى لو كان زوجك بيضايقك، حتى لو كان ظروفك المادية مش قد كده، حتى لو كانت في اي مشاكل في حياتك، لو انتي قررتي تكوني سعيدة هتكوني سعيدة. فدي بس نصيحة قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا. طيب، اول حاجة يا بنات علشان تكوني زوجة بقى سعيدة انك لازم تركزي على نفسك، بطلي تركزي عليه هو. كل ما انت بتركزي على جوزك اكتر، كل ما انت بتفضلي تزني وراه وانت بتعمل ايه وانت بتروح فين وانت بتيجي منين وبتهملي في نفسك وبتأثري في حق نفسك، كل ما جوزك هيبعد عنك اكتر وهيبقى حاسس ان هو مطارد منك. لكن لما انت بتركزي على نفسك، بتركزي على اهتماماتك، بتتمرني، بتخلي بالك على نفسك، بتعملي سكين كير، بتخلي بالك على شكلك، بتخلي شكلك دايما مهندم في البيت، دايما بيكون ليكي لايف ستايل خاص بيكي انتي بعيدة عنه، يعني ما بيكونش هو محور الحياة بالنسبة لك. ده بيخليه هو ينجذب ليكي اكتر، وبيخليه دايما يكون عايز يرضيكي ويكون عايز يقضي وقت معاكي اكتر. فجربي كده هتلاقي اللي بقولك عليه هو صح. طبعا كلامي هنا مش معناه ان انت تهملي جوزك، ولكن ما تخنقيهوش، يعني ما تفضليش وراه تخنقيه. تمام؟ طيب دي كده اول بند. يا ريت يا بنات نركز على نفسينا، طاقتنا نخليها لنفسنا اولى. لما انت تركزي على نفسك هو هيركز عليكي. طيب تاني حاجه، بصي في ورقتك، ما تبصيش في ورقه غيرك. مالكيش دعوه باختك جوزها بيعمل ايه، بجارتك جوزها بيعمل ايه، مثلا صاحبتك، لبنت خالتك، لبنت عمتك، جوزها جاب لها، جوزها صفرها، جوزها عمل لها، جوزها بيسوي لها. مالكيش دعوه بحد. خليكي في حياتك، خليكي في ورقتك، خليكي في الرزق اللي ربنا بعتهولك. ربنا باعت لكل حد فينا رزق معين وابتلاء معين. فاللي عند صاحبتك ممكن يكون جوزها مثلا في عيب معين مش موجود في جوزك، والعكس صحيح. فما نبصش للايجابيات بس، لان اكيد في سلبيات احنا مش شايفينها. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل واحد ربنا بيديله على قد الحاجه اللي يقدر يتحملها. فدي بند مهم جدا علشان احنا بنبص في حياه غيرنا، لكن احنا ما بنبقاش شايفين الصوره كامله، احنا بنبقى شايفين اللي احنا عايزين نشوفه. طيب تالت حاجه يا بنات، ما تحاوليش تغيري جوزك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الوقت والطاقه والمجهود اللي انت بتحطيهم وبتبذليهم علشان جوزك يتغير او يبقى بشكل معين انت عايزاه في الشكل ده، الوقت ده والطاقه والمجهود ده حطيها في نفسك انت وغيري نفسك انت اولى. ما تحاوليش تغيريه. هو لو عايز يتغير هيتغير، لو هو عايز يبقى افضل هيبقى افضل، لو هو عايز يصلي هيصلي، لو هو عايز يبقى كويس هيبقى كويس، لو هو عايز يهتم هيهتم، لو هو عايز يكون انسان صالح هيكون انسان صالح. انت ما عليك غير انك انت تنصحي مره وتدعي. فبس ده اللي عليكي، لكن انت ما توقفيش سعادتك وحياتك وهدمان بيتك ودنيتك وحياتك على اساس ان العيب ده يتغير في جوزك. لا، لان اكيد كلنا عيوب واحنا مش كلنا ملايكه، اكيد فينا اخطاء وفينا عيوب. طيب رابع حاجه، لازم تعبري عن الحاجات اللي انت بتكوني محتاجاها. لما تكوني محتاجه اهتمام قولي له انا محتاجه كذا. لا، ما تكوني مثلا متضايقه من حاجه او موقف معين هو عمله، قولي له الموقف ده بيضايقني لو سمحت ما تكررهوش تاني. لكن ما يجيش هو مثلا يسالك في ايه يا بنتي فتقولي له ما اعرفش، اكيد انت عارف، لو مهتم كنت عرفت، وتقعدي مثلا مقموصه اسبوع ولا حاجه على حاجه تافهه هو ممكن يكونش واخد باله منها، لان هو ممكن يكون طفحان الدم في الشغل وتعبان جدا ومرهق جدا، وفعلا هو مخدش باله ان الموقف ده ضايقك. فعادي جدا لما يكون في حاجه مضايقاكي قولي والله الموقف ده ضايقني فبلاش يتكرر تاني. بس الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج ان تعقيدات. لما تكوني محتاجاه يساعدك في حاجه او يعمل معاكي حاجه معينه او يسمعك او يهتم بيكي قولي له انا محتاجه الشعور ده منك. فنخلينا واضحين في طلباتنا من الراجل اللي معاكي او زوجك طبعا. تقولي له انا محتاجه واحد اتنين تلاته. تمام؟ طيب خامس حاجه، ما تعمليش دور مش دورك. يعني ما تعمليش فيها بقى فاندام
وتقومي بقى ترفعي المرتبه بايد واحده وتجري الدولاب بظهرك وتعملي مش عارفه ايه. حتى لو الحاجات دي انت بتعمليها وهو مش موجود، مش لازم ان هو يعرف انك انت بتعمليها. ما تعمليش حاجات المفروض هو يعملها، زي انك انت مثلا تنزلي تشتغلي وتصرفي في البيت. ده مش دورك انك انت تنزلي تساعديه لو انت شايفاه هو بيعمل اللي عليه، طفحان الدم فعلا ومش مكفي، وفعلا ظروف الحياه دلوقتي بقت صعبه جدا، فانت نازله تعملي ده كمساهمه منك حاجه، وانه يبقى حق مكتسب حاجه تانية. فدايما يا بنات ما ناخدش ادوار مش ادوارنا وبعدين نرجع نشتكي ده ما بيعملش، ده ما بيصرفش، ده بخيل، ده مش عايز، ده بيستخسر فيا. ده كل ده بسبب ايه؟ ان احنا عملنا ادوار مش ادوارنا. البند اللي بعد كده والنصيحة اللي بعد كده ان خلي دايما صوتك واطي. طول ما انتي صوتك واطي مع زوجك هيعملك اللي انت عايزاه. هتعلي صوتك وهتبقى الند بالند وهو يعلي صوته وانتي تعلي صوتك، ده مش حل خالص. انتي كده اولا نصتك بتقل وبتبقي زي الراجل، فما ينفعش خالص ان صوتك يعلى. حتى لو في مشكلة ما ينفعش ان صوتك يعلى. حاولي دايما تقدريه لما يكون فعلا تعبان، لما يكون جاي من الشغل تعبان، لما يكون جايب لك هديه حتى لو بسيطه، جايب حاجه في البيت. حاولي دايما تحسسيه ان هو مهم في حياتك، ما تبقيش طول الوقت ناقمه ومفيش حاجه بترضيكي، ودايما انت محسساه ان اللي انت بتعمله ده هو يعني ده حق مكتسب، انت ما بتعملش حاجه زياده عن اي راجل. فدايما التقليل من مجهود الشخص اللي قدامك بيخليه خلاص يقولك طب ما انا كده كده مش متقدر، طب ما اناش عامل حاجه. تمام. ولو عملها بيبقى عاملها بكره، مش عاملها بحب. فانت مش هتستفيدي حاجه لو هو عمل اي حاجه او ادالك اي حاجه بكره مش بحب. طيب البند اللي بعد كده خليكي مصدر امان ليه، بلاش تهاجميه حتى لو هو عمل حاجه غلط. يعني حتى لو هو جه وقالك ده مديري في الشغل عمل واحد اتنين تلاته وانا عملت واحد اتنين تلاته، بلاش بقى ما انا قلت لك، ما هو اصل انت مش بتتعلم، اصل انت هتفضل طول عمرك كده، اصل انت مش بتحافظ، اصل انت مش عارف ايه، وتفضلي تهاجميه تهاجميه تهاجميه. هو مش عايز منك كده، هو عايزك انك انت حتى لو هو اخطأ في حاجه فهميه. طبعا غلطه، ما بقولكيش طبعا انت تسيريه لو هو عمل حاجه غلط، ولكن من غير لوم كتير وعتاب كتير ومهاجمه. يعني فهميه ايه البند اللي هو وقع فيه. والله يا بابا انا شايفه ان انت لو كنت عملت كذا كان هيبقى افضل. والله يا بابا انا شايفه ان انت النقطه دي وقعت فيها مثلا، ما كانش ينفع مثلا ترد تقول كده، كنت ترديت اصلا يعني قلت حاجه زي كده كان هيبقى افضل. يبقى انا لما باجي اتكلم ما بتكلمش ان انا بهاجم، انا بتكلم ان انا بصلح او بنصح بالراحه. طيب حاولي تكوني امه، حاولي تكوني اخته، حاولي تكوني حبيبته، حاولي تكوني صاحبته وعشيقته، حاولي تكوني كل حاجه. يعني انت حاولي تكوني كل حاجه، ما تخليش قدامه مجال ان هو ممكن يحتاج ان هو يتكلم مع اي حد تاني بره. واهم من انك انت تكوني كل دول، تعرفي ازاي تلعبي الدور في كل وقت. يعني اكيد في وقت هتبقي امه، هتبقي هو عايزك بس تحضنيه وتطبطبي عليه ما تدلوش اي حاجه. مرة تانية تبقي صاحبته وتدردشي معاه وتتكلمي معاه صديقته. مرة تالتة تبقي انتي زوجته اللي قدام الناس، اللي هو بيفتخر بيها قدام الناس وام ولاده، الزوجة المحترمة. مرة تانية اللي هي عشيقته، اللي هي حبيبته بقى الخاصة بيه هو في بيته. يبقى انتي مهم انك انتي تعرفي تلعبي الدور ده، امتى بلعب الدور ده وامتى بلعب الدور ده. فده مهم جدا يا بنات علشان ما نبقاش متقمصين شخصية واحدة طول الوقت فهو يبتدي يمل ويزهق فيشوف اي حد تاني بره. طيب الاهم من كل ده بقى ان انت لازم تهتمي بنفسك ثم بنفسك ثم بنفسك. صدقيني الراجل مش عايز ام مثاليه، مش عايز ست بيت شاطره، مش عايز شيف شربيني، مش عايز الكلام ده. هو عايز واحده بتعرف تطبخ كويس وتكون بتنظف البيت، ما تكونش مهمله في بيتها، وتكون مخليه بالها على اولادها، ولكن مش مثاليه. ولكن هو بقى بيتكلبش في مين؟ المهتميه بنفسها. طول ما انت مهتميه بنفسك، طول ما انت مظبطه حالك، مهندمه نفسك، بتهتمي بطلباته الشخصيه، طول ما هو هيشيلك في عينيه. لكن لو انت احسن ام في الدنيا ومربيه ولادك احسن تربيه، وكل يوم بتعملي وصفه جديده ومفيش حاجه بتخر تحت ايدك، واحلى اكل واحلى كيكات واحلى كل حاجه، والبيت ده كل يوم شايلاه على كتافك برضك، ومقصره في حق نفسك ومهمله في نفسك، صدقيني مش هيبقى مبسوط ابدا ابدا ابدا. فدي نصيحة لوجه الله، اهتمي بنفسك ثم بنفسك ثم بنفسك، وبعد كده اي حاجة تانية هنخليها برضك بشكل كويس ومهندم. ولكن الاهم ثم الاهم ثم الاهم هو انتي. لو انتي عايزة تكوني مبسوطة مع جوزك خليكي انتي مبسوطة مع نفسك الاول، صلحي علاقتك بنفسك، شوفي ايه المشاكل اللي عندك، ايه العيوب اللي ناقصاكي، ايه اللي محتاجة تغيريه في شكلك في شخصيتك في دنيتك، وان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة.
وبس كده، ما تنسيش بقى دوام وانقال. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني. يلا باي.